تعال اقول لك خرجنا فين وجربنا اكبر مطعم بيعمل كيس سمك فتح في مصر. شريمب نيشن اخيرا فتح في مصر. تعالوا نقول لكم التجربه اللي احنا جربناها فيها وشوفوا الفيديو للاخر. ايوه يا جدعان، هو شريمب نيشن بتاع سحس اللي دايما كان مجوعنا بفيديوهاته. اول ما قعدنا كده فرش لنا السفره بتاعتنا والراجل كان ذوق قوي. طبعا المكان هنا ما ينفعش نعلي صوتنا، فكنا محتاجين ميكروفون، فاحنا نقوم نروح الحمام ونيجي. طبعا المكان كان فيه قعدات اوت دور وان دور، واحنا اخترنا الان دور عشان نلغوص براحتنا. وخش لي على وضعيه الاستعداد بالجلافزات ونلبس الستاير بتاعتنا. كله زي الفل يا باشا. انزل لي بالطلبات اللي احنا طلبناها. اول حاجه قام داخل لك كده يا باشا ماسك علب الرز كده وقام دلقها كده على وشها، وقام ماسك السمك كده ودلقه في الصوص، وكان اسم الصوص اللي احنا طلبناه كان سويت كيجن. وافرد لي بقى وخش على فقره جوعني كده بالمنظر الجميل ده. تاني كيس كان ميكس فواكه البحر وكان بالصوص المشهور بتاعهم شريمب نيشن. ندخل على فقره خلق الاقي افترس كده وافعص الرز كده بايدك، وطلبنا برده ديناميت شريمب. اكتر حركه كنت عايز اعملها اول ما اروح ادلق الجرجير كده ووراها البطاطس يا باشا، وخش لي بقى على اللغوصه. حط الجمبري كده وراها الجرجير وعلى البطاطس والصوص كده يا باشا، والجم يا باشا على طول. انا مش عارف، انا بحب اخد راحتي في الاكل بس اسراء بتبص لي نظرات غريبه جدا. خد بقى حته الجندفلي كده عليها الرز وجرجير والجم على طول معايا. شكلها كده مش قد الكلام، بس احنا ندخل على حته الذره اللي كان عيني عليها من ساعتها. لا انا كده الوضع مش جاي معايا سكه. انزل بالصوص كله على الرز كده وادلق الكيس يا باشا. شوف المنظر يا جدعان، انا كده اعرف الغوص واكل براحتي. نحط بقى الرز وفوق الجرجير كده وعصره الليمون يا باشا. انا عايزك يا عزيزي المشاهد كده تتمزج معايا في الاكل. ندخل على الديناميت شريمب واللي هو كان بارد اصلا وما كانش من اقوى الحاجات اللي انا طلبتها، بس قلت خليني اخد راي كل اللي قاعدين، ودوقت سو وراها احمد، وبعدين قلت لازم ادوق اللي بيصور عشان بيتعب معانا. قلت اجربه بالصوص ممكن يطلع حلو، بس الصوص طلع اجمد اصلا منه. اسراء متدلقه كده وقامت واخده لقمه كده ولا كانها بتزغط بط. بس خش لي على اللقمه دي يا جدعان، انا حطيت فيها من كل ما هو موجود على السفره. كان عيني على حته الذره اللي كانت مع اسراء، بس انا طبعا نظرتها ما كانتش تطمن في الناحيه دي تماما. قلت لها ما بديهاش بقى، قمت واخد الاثنين واكلهم، بس كانت هتعيط يا عيني، وقلت الحقها قبل ما تنكد عليا عشان انا ما اتجلطش. طبعا انا كان املي كبير في الجندفليه دي انها تطلع لي لؤلؤه فيها او زي اللي انا بشوفه في الافلام، بس يا عيني انا اتصدمت في اللحظه دي. خلصنا اكل كده والاكل كان جميل جدا، بس ما كانش من اقوى الحاجات اللي انا جربتها، واتمنى ان انا ما اكررهاش تاني، وهتشوفوا رايي دلوقتي. بس الراجل كان واخد الفيزا وماشي. بصوا يا جدعان، هو من غير اي مبالغه والله العظيم هو مش الواو او الضجه اللي احنا سمعنا عليها كتير، بس والله العظيم انا ندمان. حاجه صغيره ليه جرجير ب 60 جنيه. الاكل ما كانش وحش، لكن مش الواو اللي ادفع فيه المبلغ كده. اروح اسكندريه في الماكس ادفع ده كله وما ادفعش المبلغ ده. اللي هيتوقع صح احنا كنا بكام؟ اعمل له فولو باك. يلا بينا عشان نحل. طبعا لازم لما نوصل ندخل اي محل كده نروح نلعب فيه، واسراء خدت وضعيه الموديل هنا، وانا قررت ارجع المجد معايا، وانا كنت بلعب يويو زمان كده. قلت اجرب شويه حركات كده كنت بعملهم زمان، واسراء قالت تقلدني بس ما نفعتش معاها. جيت اجرب تاني لقيت الشابين الحلوين دول عارفيني ومتابعيني، ومن صدمته وفرحتني جدا. وعقبال ما اقابلكم كلكم كده ونتصور كلنا مع بعض. جيت اجرب بقى لم تظبط معايا، بس انا جربت البتاعه دي خلت دماغي عايزه تطلع من مكانها. ما ينفعش نقعد هاديين كده، واللي شغال في المحل بدل ما يطردنا دخل لعب معانا وهزر معانا، وبجد كان راجل عسليه قوي، وشكرا يا احمد ان انت خليتنا نكسر في المحل. وكلاعيبه باركور ما ينفعش ما نتشقلبش في المكان. اسراء تقريبا استعجلت وحبت تجيب الجهاز بدري، وجت بتقول لي تعالى نجيب الخلاط ده انا عاجبني قوي، وانا بقول لها يا بنتي ما فيش فلوس دلوقتي، لا هي عايزاني اجيبه. قمت شديدها وقايل لها عيب احنا قدام الناس وكخه كده ما ينفعش الكلام ده، بس انا نفسي افهم انتوا بتحبوا تعضوا ليه. قمت راح اجيبها من شعرها كده، انتوا بتعضوا ليه؟ انا نفسي افهم. اخيرا وصلنا كريسبي كريم، وقمت داخل وسايبها بره، بس قلت افتح لها الباب بسرعه ونختار شكل الدونت اللي احنا عايزينه. ودي كانت خروجتنا النهارده، واستنونا في الفيديو الجاي.